السلام عليكم اخواني اخواتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كنشكر الناس داخل الوطن وخارج الوطن اللي دائما كيدعموا هذه القناه، واللي كيشوف قناتي اول مره كنتمنى ان شاء الله يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يوصلوا دائما كل جديد. الفنانة نجاة تاتابو كما كنعرفوها أنها فنانة جميلة وفنانة محبوبة، وجميع المغاربة يعني كيحترموها وكيقدروها، والأعمال ديالها كلها زوينة ومحترمة طبعا. المهم أخوتي أن نجاة تاتابو بغات دير الزفاف، يعني عرس البنت ديالها اللي دائما كنشوفوها كترافقها مثل الصديقة ديالها. يعني ما كتحسبهاش يعني بنتها، كتحسبها صاحبتها وبنتها كما قالت في واحد اللقاء. يعني بنتها هي كل شيء في حياتها. وهنا نجاة عتاب كتصرح وكتقول انها بغات دير لها واحد العرس، ولكن ما يكونوش فيه الفنانين، يكونوا فيه غير الاقارب اللي مقربين، يعني العائله يعني وصافي. وطبعا اكدته البنت ديالها، يعني وقالت البنت ديالها ايضا بلسانها ان الحفل الزفاف ديالها غادي يكون يعني فيه غير المقربين والعائله يعني ديالها. يعني واش هادشي هذا بسبب نجاة عتابو لانها يعني بعيده كل البعد على الفنانه المغاربه وما كتخلقش معاهم الصداقات. يعني كنشوفوا نجاة عتاب في المسيرة ديالها يعني ما عندهاش علاقة مقربة مع الفنانين، ودائما يعني حدودية، وكترافق الأكثرية البنت ديالها كما كتشوفوا في الصور. دائما في أي حفل، في أي خرجات، في أي سهرات كتكون هي والبنت ديالها. فالله يخليها لها، وهادشي هذا كيبقى يعني راجع ليهم هما، وكيتحترم طبعا الرأي ديالهم، والله يكمل عليها بخير. وهكذا خوتي كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وشكرا لكم بزاف. الناس الجدد طبعا اللي دائما كيدخلوا عندي القناة كنشكرهم بزاف داخل الوطن وخارج الوطن، والى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي، والى اخبار جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.